هنايا غنخويه في القرعه اللي كانت فيها العسل. المهم شوف ديك العسل صافي ما بقاتش، بقى لي غير شويه، ورجعتها لواحد القرعه صغيره. وهاد القرعه هذه الكبيره خويت فيها املو. صافي يا البنات، هانتوما كيف ما كتشوفوا هذا هو املو ديالنا. تبارك الله ما شاء الله، كيعطي الكميه كثيره تبارك الله يا ربي. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا بهذه الطريقه هذه وبهذه المكونات. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم على المتابعه. السلام عليكم اخواتي في الله، معكم ام عز الدين من قناه ام عز الدين. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يلقاكم الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. اليوم يا البنات غنوجد معكم واحد الوصفه سهله مهله، نتمنى ان شاء الله من الاعجاب ديالكم. اليوم يا البنات غنشارك معكم املو ساهل. عندي هنايا البنات واحد الكميه ديال الكاوكاو، نتوما على حسب الرغبه. عندي هنايا 250 غرام ديال الكاوكاو. عندي هنايا واحد الزلافه. الصراحه هذا الزنجان هذا كان عندي شحال هادي منقي ومغسول ومنقي. دابا هزيتو قلت علاش لا ما نستغلوش في هذا الامر هذا. المهم هنايا عندي الزلافه. المهم صراحه هذا ما عبرتوش، نتوما على حسب تقدروا ديروا كاس، نص كاس، جوج كيسان زلافه، المهم كل وحده والرغبه ديالها. هنايا عندي الزيت العاديه، هذه الزيت ديال الطياب البنات، هذه راه طيبتها مزيان، طياب مزيان البنات، ماشي غديروها غير تسخن وتطفيو عليها، ضروري طيب مزيان باش ما يضركمش هذا الامل هذا. وهنايا البنات هنايا غندير العسل. هنايا عندي العسل. المهم هذا العسل ديال المنزلي ماشي الحر، المهم هذا غير اللي عدلت معكم. بلا ما نديرو السكر، حيت السكر البنات كيعملو ديالكم كيجي قاصح، كتفوت عليه واحد الفتره تقريبا كدوز غير واحد 15 يوم هيداك ولا 20 يوم. الا ما كملتوش كيولي لكم قاصح في التحت ديال القرعه. الا درتو العسل ما كتوقع له حتى حاجه، كيبقى معكم جاري هذاك بحال يلا عدلته. واحد المعلقه صغيره ديال القرفه. بسم الله على بركه الله ندوز معكم التحضير. هنايا البنات في الكاس ديال الهشوار، نتوما ممكن تستعملوا الكاس ديال مونينيكس. انا هنايا غنستعمل معكم الهشوار. غندير كاوكاو ديالي. بسم الله. ندير كاوكاو. دابا غنطحنو بلا الزيت. دابا غندير كاوكاو ونطحنو بلا الزيت البنات. غنطحنو ونرجع معكم. هانتوما يا البنات كيف ما كتشوفوا هنايا طحنت كاوكاو ديالي. المهم راه باقي ما مطحونش مزيان، تنزيد عليه الزيت عاد يطحن مزيان. دابا هذا غنحيدو ونطحن الزنجلان. هنايا البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا الزنجلان حتى هو راه طحنته. دابا غنزيد عليه نص الكميه ديال الكاوكاو، ما غنزيدش الكميه كامله، نطحن النص بالنص باش نقدر نتحكم فيه. وغنزيد عليه هذا الزيت هذه. بسم الله. صافي الزيت غنزيد غير النص، نطحن غير النص بالنص. وغندير واحد الراس ديال المعلقه ديال القرفه، غير شويه البنات صافي ونطحن. هنايا البنات غنزيد فيها العسل. بسم الله. ها هي المعلقه الاولى، وها هي المعلقه الثانيه. صافي غندير غير 2 معالق تندوقوا. ديك الساعه الا باقي خاصني الحلاوه غنزيد، ولكن من الاحسن تكون ناقص من الحلاوه. صافي ها هو يا البنات املو ديالنا بعد ما طحنتو جا غزال البنات. المهم راه زدت فيه هذيك النص اللي باقي ديال الكاوكاو وزدت فيه الزيت. للامانه يا البنات راه باقي زدت نص زلافه واحده اخرى من غير ديك الزلافه اللي شفتوا معايا، والعسل درت 3 ديال المعالق. صافي يا البنات هذا هو املو ديالنا. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه بهذه الطريقه هذه. دابا غنخويه في القرعه ديالو ان شاء الله يا رب. هنايا البنات
هنايا غنخويه في القرعه اللي كانت فيها العسل. المهم شوف ديك العسل صافي ما بقاتش، بقى لي غير شويه، ورجعتها لواحد القرعه صغيره. وهاد القرعه هذه الكبيره خويت فيها املو. صافي يا البنات، هانتوما كيف ما كتشوفوا هذا هو املو ديالنا، تبارك الله ما شاء الله كيعطي الكميه كثيره تبارك الله يا ربي. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا بهذه الطريقه هذه وبهذه المكونات. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم على المتابعه.